عيد وعيدنا، اجازه واجزنا. الاجازه عدت اسرع من اي حاجه في الدنيا. كنت طول الاجازه مقتنعه ان انا هرجع انسانه جديده تماما، منظمه اكتر، هبدا ارتب حياتي اكتر، وهبدا اخد المذاكره ديت اخلصها كلها. لكن اول ما صحيت النهارده افتكرت كميه الحاجات، المليون حاجه اللي عندي، حاجات متراكمه، حاجات مؤجله بشكل مش طبيعي. كنت حاسه ان الفتره اللي فاتت عايشه في عالم موازي، ما كانتش اجازه قوي، برضو كان فيها حاجات كتير، ضغوطات يعني. I think ان ده باين على وشي، وده سبب برضو ان انا ما كنتش بصور الفتره اللي فاتت، كانت فتره صعبه. بس كنت عايشه في عالم موازي وناسيه ان انا عندي حاجات كتير متسابه ومركونه على جنب. وفجاه النهارده اصطدمت بالواقع، بيقول لي معلش انت بعيدا عن الحاجات الصعبه اللي انت بتعيشيها والضغط اللي انت بتعيشيه، بس انت عندك دراسه، امتحانات، شغل، وحياه لازم تكمليها. قررت انه النهارده هيكون يوم اعاده تشغيل حياتي من تاني. الفيديو ده انا عاملاه مخصوص للناس اللي فيها بتعدي فتره صعبه ومش قادره تكمل، مش قادره تعمل اي حاجه زي انا كمان. بس رغم الصعوبات والحاجات اللي احنا بنعيشها في حياتنا لازم هنكمل، ما قدمناش حاجة تانية. الحياة بتمشي واحنا لازم نكون على نفس الريتم بتاعها، وخصوصا الناس اللي في ثانوية عامة. فالفيديو ده أتمنى إنه يكون حافز لكل شخص مش قادر إنه يتحرك ويحاول من جديد. أنا مقتنعة جدا إن أي محاولة للمذاكرة أو للإنتاجية عموما لازم تبدأ من المكان اللي حوالينا. تاكل جايين كده بس قشطة. لازم تبدأ من المكان اللي بنعمل منه الحاجة. يعني مستحيل أدخل أذاكر وأنا شايفة المكتب بالمنظر ده. الكتب اللي دايما بنحطها على المكتب بتكون دي الكتب اللي بنقرأها اليومين دول. فلما تشوفوا كتب معينة موجودة على المكتب اعرفوا ان دي قراءتنا اليومين دول. ده كتاب هنا بتقراه اليومين دول، وده الكتاب اللي انا بقراه اليومين دول برضه. اعتقد كده مقبول كفاية، ان كده كده برضه هيهدوني ان هذاكر عليه، بس انا كده منظماه على الطريقة اللي هذاكر بيها. بقيت احب دايما اقعد على المكتب بالطريقه دي او اقعد على كرسي المكتب بالطريقه دي عشان بحس ان انا كده مرتاحه اكتر. ما علينا. بعد شويه التنظيف اللي كنت قايله ان هو مش هيقعد كتير، ربع ساعه بس، هو بيدخل مني يعني، هو بيطلع اكتر من ربع ساعه، بس ببقى محتاجه ده عشان اعرف اذاكر. انا وقت التصوير بسرح كتير جدا وبنسى ان انا بصور. المهم، من اكتر الحاجات اللي بتتاثر عندي وقت الاجازات هي الروتين. اول حاجه بتبوظ هي مواعيد النوم، وبعدها تنظيم الوقت بيبوظ عندي خالص، وبعدها فجأة بلاقي نفسي مش عارفة أبدأ في أي حاجة، أو صعب إن أنا أبدأ في أي حاجة. نقطة البداية إني أبدأ في حاجة بتبقى بجد صعبة، إني أرجع أعمل حاجة تاني بتبقى دي أصعب حاجة، وبعد كده شوية شوية الموضوع بيبدأ يشتغل. فدلوقتي رتبت المكان، وده أول حاجة عشان أدي إشارة لمخي، أو مخي يحس إن في بداية جديدة.
ايه رأيكم ابدأ اعمل لكم فلوجز، مش ملهاش علاقة يعني بخلود وكده، انا هعمل لكم انا فلوجز. هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم روتين حياتي. حياتي مش بيبقى فيها حاجات كتير، بس هي بتبقى مليانة، يعني بيبقى عندي مثلا حاجة او اتنين في اليوم، بس اليوم بيبقى خلاص كده. فممكن اعمل لكم فلوجات، بس هيبقى بقى السنة الجاية، ممكن في الاجازة، ممكن اعمل لكم في الاجازة، مش عارفين، ممكن اعمل لكم السنة الجاية، مش عارفة برضه. لكم فلوج اليومي وانا بعمل ايه بقى اول ما بصحى، وبعمل ايه بقى، حاسه من شبه حبيبه بقى بس. المج بتاع البنك للاسف انكسر، فاليومين دول بدور على واحد زيه او شبهه، لان انا كنت بحب المج بتاعي جدا. ده تاني مج مفضل عندي فبعمل فيه، بس انا حاسه ان وحشني المج الاولاني قوي البنك بتاعي. انا قبل ما ببدأ اي حاجة بحب اقعد كده مع نفسي شوية، اقعد اشوف ايه اللي ورايا، ايه الحاجات اللي محتاجة تتعمل. لان ساعات بيكون عندنا احساس انه الدنيا متراكمة جدا، واللي هو انا هعمل ايه ولا ايه ولا ايه. لكن لما بنبدأ نكتب ونكتب كل حاجة بنكتشف ان الموضوع اهدى بكتير من ما احنا كنا متخيلين. عملتيلي بقى شاي، كوباية الشاي دي بقى بتجيب من الاخر، صدقوني. اكيد انتوا عارفين ان هي اصلا اي زنقة امتحانات هي كوباية الشاي، كل حاجة تكون زي الفل. الشاي ده لما بعمله ببقى اللي هو لا، محتاجين شاي عشان نواجه كل اللي علينا ده. شاي وكحك العيد، حاسة ان العيد الكبير مبيبقاش فيه كحك اصلا، بس احنا بنجيب برضه. فدلوقتي بقى هكتب كل حاجة انا محتاجة اعملها. جبت الجورنال بتاعي، فانا هقعد دلوقتي اكتب كل حاجة انا محتاجة اعملها الفترة الحالية والفترة الجاية كمان، من مذاكرة، من شغل، من مهام مؤجلة، حاجات كنت ناوية اعملها قبل العيد وما عملتهاش. واعتقد ان اكبر مشكلة عندي مش انه عندي حاجات كتير محتاجة تتعمل، المشكلة الاكبر اني بفكر فيها كلها مرة واحدة، ودي حاجة وحشة قوي بتخليني اتوتر. بصراحة في الجورنال بتاعي كنت مخططة لكل حاجة. النهاردة الصبح قبل ما أصور بساعتين قعدت خططت لكل حاجة أنا عايزة أعملها، فاوريدي كتبته في الجورنال بتاعي. وكمان عندي امتحان بعد يومين، فكتبت المطلوب مني إن أنا أذاكره برضه. الفكرة في إنه انتوا لو حاسين إن الدنيا أكبر منكم، امسكوا ورقة وقلم بجد وطلعوا كل اللي في دماغكم على ورق، وابدأوا شوفوا الحلول اللي هتخلينا نحل الحاجات دي وتوصلنا لحتة كويسة في دماغنا. الموضوع هيفرق معاكم كتير. اللحظة دي كنت باهرب منها بقالي كام يوم، ومش عارفة ليه. أول يوم مذاكرة بعد فترة راحة بيكون صعب. الموضوع مش في المادة نفسها اللي بذاكر لها على قد ما الموضوع في البداية، أول صفحة، أول ساعة، أول تركيز، وبعد كده الدنيا بتمشي لوحدها. أنا مش هدفي النهاردة إني أخلص المنهج كله وإنه أعمل إنجاز أسطوري في إنه ذاكرت المادة كلها في يوم، لأنه مش هعرف. ده أولا قدرتي مش هتجيب لي ده، وثانيا أنا عايزة أكون وما اجيش عليا قوي عشان بعدين ما اتعبش. فانا هدفي النهارده انه بس ابدا وخلاص. جبت عشان الخص فيه الماده اللي هتخلص في يومين ان شاء الله. مش عارفه هعمل ده ازاي، بس هحاول ان شاء الله، ان شاء الله تخلص. في حاجة اتعلمتها الفترة اللي فاتت، وهي ان الاستمرارية اهم كتير من المثالية. زمان كنت بقعد استنى لحد ما اليوم المثالي يجي عشان ابدأ، حتى لو هي حاجة صغيرة. مثلا اليوم المثالي بالنسبة لي ان اكون نايمة كويس، مثلا ان الأوضة تكون مترتبة، مودي حلو ان ابدأ فيه، الدنيا تمام ومفيش حاجات صعبة بتصعب عليا ان ابدأ حاجة. لكن الحقيقي ان اليوم المثالي ده مش بيجي. فدلوقتي بقيت ابدا حتى لو انا مش جاهزه.
كفاية إني باحاول. حاليًا في break، واخدة break، نمت لي شوية أصلًا وصاحية من النوم زهقانة. فن المفتاح، فلوس، فعشان أضيّع إحساس الزهق ده هاخد break نُص ساعة، أنزل أجيب لي حاجة باحبها بحيث إنها تدّيني شعور أحسن. على مانجا. ايوه فوق أهي. قاعدين بنسمع فيلم كرتوني أطلانتس المفقودة. عمري ما سمعت الفيلم ده وأنا صغيرة، كنت دايمًا باشوفه وكنت باحاول على طول ما باحبش أسمعه. وانا كمان كنت باقعد اعمل كده برضه. كنت باحس إن هو حلو. اه لأ على فكرة هو لذيذ بس لو اديتِ له فرصة. هنجرب. انا بحب اجرب. لمّا باكون بامُر بفترة ضغط باحب إني أسمع فيلم كرتون أو أفلام قديمة، لإنها بتساعدني إن أنا slow down كده وأهدى وما أفكّرش في حاجة. اه بالرغم من إن الرجوع للروتين بيكون صعب، لكنه بيحسسني إني بارجع أسيطر على حياتي من تاني. في الأجازات بنسيب نفسنا شوية وده شيء جميل بصراحة، لكن بعد فترة بنحتاج شحن، إن عندنا هدف وخطة وإننا بنتحرك ناحية حاجة إحنا عايزينها. باعشق عصير بس من وأنا صغيرة ده كان إحدى الحاجات المفضلة عندي. أنا قُلت قُل أنت بقى. انا بقى المشروب بتاعي المفضل دي البيبسي بتاعتي المفضله انا بحب اشربها. وبناكل اندومي برضه. الاندومي المفضل برضه. شكرًا يا ياسين على مشاركة مفضلاتك. لسه جاية من الامتحان، ما صوّرتش النهارده خالص عشان كان الامتحان كان بالنسبة لي وِحِش، يعني مش وِحِش بس النهارده كان في ضغط من كذا حاجة، كنت بس كل اللي أتمناه إن أخلّص الامتحان على خير والحمد لله ده حصل. دلوقتي هارجع أواجه الضغط حاليًا. دماغي مش بتبطّل تفكير بجد، أنا نِفْسي دماغي تقلِّل تفكير، محتاجة أعمل كذا حاجة تساعدني إني أقلِّل تفكير دماغي، بس في حاجات لازم أخلّصها الأول، لازم أبدأ بيها الأول. حاجات الmakeup اللي هنا دي المكتب بجد لحق يتكركب إمتى أنا بجد مش فاهمة. أنا دلوقتي عندي شوية حاجات في الشغل لازم أخلّصها، مع إني لسه مخلّصة امتحان وبجد أنا زهقانة، وبجد الفترة دي أنا مضغوطة جدًا من كذا ناحية، وكنت كل اللي باتمناه إن الحمد لله يعني الامتحان ده يعدّي على خير وبعدين نواجه الباقي كلّه. الحمد لله الامتحان عدّى على خير، يعني في حاجة صغيّرة ندمانة فيه بس الحمد لله أنا خلاص أنا أول ما طلعت خلّصت الامتحان قبل ما أطلع من باب اللجنة رُحت ماسكة ورقة الأسئلة رُحت عاملاها كده ورُحت رامياها في الباسكت، اللي هو طلّعت من دماغي حاجة من الحاجات اللي هي شاغلة دماغي أوي اليومين دول. أنا دلوقتي قاعدة باخلّص شغل عليَّ برضه لازم أخلّصه قبل الساعة ما تيجي 16:30 ولإن الحياة مش هتدّيني فرصة إني أركّز على حاجة واحدة، ساعات باحس إن دي نعمة برضه إن الواحد بيعمل كذا حاجة في حياته أو يشتغل على كذا حاجة، ساعات بيكون مُضغِط جدًا، مُضغِط بيسبب للواحد ضغط يعني. في ناس كتير قالوا لي اللي هو صاحب بالين كدّاب، أكيد حاجة هتأثّر على حاجة وده حقيقي ده حصل، يعني في حاجات اتأثّرت على حساب حاجات تانية، بس خلاص يعني إن شاء الله هاتخرّج قريب، بس الفكرة بقى إنه أنا في الذروة، يعني عندي شغل، عندي دراسة، عندي امتحانات، باتخرّج المفروض أكون بكامل تركيزي في الحتّة دي، بس أنا مش عارفة أوجّه تركيزي في الحتّة دي
في كذا حاجة بتشتتني وكذا حاجة ضغطاني بتساعد التشتت إنه يتعمق أكتر. أعتقد إن دي حاجة أغلبنا بيواجهها، إننا بنحاول نوازن بين أكتر من مسؤولية في نفس الوقت، وأحيانا مجرد إنك بس تكملي يومك ده بيعتبر إنجاز. ساعات ببقى مترددة إن أنا أتكلم في الحاجات اللي زي دي فترة الضغط والتوتر، وساعات بقول في حد بيواجه نفس الفترة اللي أنا فيها، وخصوصا بقى لما في بنات كتير دخلوا قالوا لي أنا كمان بحس بنفس الشعور اللي انتي بتحسيه حاليا، واللي هو أنا حسيت بإحساس حلو لما لقيتك بتتكلمي عن الموضوع ده، ولقيت إن أنا مش لوحدي. خلاص طالما دي حاجة أنا حاسة بيها، أكيد في ناس كتير برضو حاسين بيها، فنطلع نشارك الحاجات دي سوا مع بعض، نهون على بعض. فبحاول دايما ان انا اشارك الجزء ده، بحيث ان ممكن يكون سبب في ان اي حد يحس بشعور كويس لما بيشوف الفيديوهات دي اللي زي دي، او ان انا اشارك الاجزاء اللي زي دي. هقعد اكمل بقى الشغل اللي عندي ده، كمان اصلا عندي مشاكل اليومين دول في الشغل، مش عارفه انا ممكن اعمل ايديت للجزء ده ولا لا، بس انا اليومين دول برضه واجه فتره وحشه جدا في الشغل، وهسيبه قريب. عايزه اسيبه قريب، عايزه اسيبه قريب. انا مش عارفه، انا بجد مش عارفه، ومشتته ومش عارفه اخد قرار، ومش عايزه اخد قرار في فتره انا مضغوطه فيها، خصوصا كمان فتره الامتحانات اللي بكون فيها ضغط كبير. فان شاء الله خير. هرجع لكم بعد ما اخلص ده. طبعا مش هقول ان انا خلصت كل حاجه النهارده، ده اكيد ما حصلش، ومش هقول اني مسيطره على كل حاجه برضو فجاه، لكن على الاقل بدات واخدت اول خطوه بعد صعوبه كنت بواجهها. واعتقد ان اوقات كتير اللي بيفرق مش حجم الانجاز، لكن انك تقرري تقومي وتحاولي مره تانية. لو انتوا كمان بتعانوا في المذاكره، في الشغل، في فتره الحياه ديت ومضغوطين شويه، وبتحاولوا ترجعوا مثلا للمذاكره او لحاجه بقالكوا شويه منقطعين عنها، فاعتبروا الفيديو ده كروماندر صغير لينا انه البدايه اهم من الكمال، المهم نبدا. اشوفكم الفيديو الجاي.